الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صباح الفل والورد والياسمين على عين احلى متابعين. النهارده هنجايين بفيديو جديد. هنعمل ايه؟ هنعمل الكاليماري. طبعا احنا عملناه قبل كده بالخضره، عملناه بكذا وبالرز. هنعمله النهارده مقلي زي بتاع المطاعم بس بطريقه جديده. هنشوف هنعمله ازاي. معانا الكاليماري. طبعا الكاليماري ده انا كنت عاملاه ومنضفاه معاكم قبل كده ومقطعاه، كنت شايلاه في الفريزر متقطع زي صوابع البطاطس. طبعا بيبقى سمكه متوسط، مش تخين ومش رفيع، بس حجم الكاليماري ذات نفسه كان كبير جدا. فده مش هقليه على طول. ليه؟ عشان انا لو قليته على طول هيبقى بيشد. هعمل ايه؟ هديله غلوتين 3 كده يستوي في قلب الميه الاول والتوابل والبهارات بتاعت السمك، وبعد كده ايه هبتدي اطلعه واقول لكم هنعمل فيه ايه. معانا ميه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ننزل فيها بالايه، بالكاليماري. طبعا انت بتبقي غسلاه ونقعاه كويس عشان الزفاره بتاعته، وتحاولي بقدر الامكان ان تبقى التقطيعه كلها مقاس واحد عشان تبقى تسويته واحده، ما تبقاش واحده بتشد وواحده ايه وواحده مستويه. فتحاولي بقدر الامكان يكون السمك بتاعه واحد. هنزل عليه بالفلفل والكمون والملح. دي معلقه بهارات سمك، وده فلفل مش كتير لان هو الاسماك عامه بتحب الايه، بتحب الكمون اكتر وما بتحبش يبقى عليها توابل كتير. وده الكمون. هسيبه بقى ايه يستوي مع نفسه كده. مش هحط الملح دلوقتي علشان ما يشدش معايا ويستوي معايا. ما يقرب يستوي هنزل عليه بالملح. حله على النار فيها شويه زيت، ده زيت ذره. هنزل عليهم بايه، ببصلايه. البصل ده بصل الحله دي هنعمل فيها رز الصياديه. هنزل عليها بمعلقه سكر. ليه؟ هتدينا اللون الكرمله الحلو اللي احنا بنحبه في الرز، وهتسرع معايا ايه تحمير البصله. ومعانا هنا ايه الكاليماري استوي اهو. هبتدي اطلعه واتبله وهوريكم هعمله ازاي. الله اهو، هو ده اللون اللي انا عايزاه. هنزل بيه ايه، هنزل بالرز عليه. هتروحوا شويه في قلب البصل. انا ما بحبش انزل بالميه على طول، انا بحب انزل بالرز الاول ايه، اشوحه في قلب البصل وبعدين هسقيه بالميه بتاعت الكاليماري علشان ياخد طعم الكاليماري. هظبط ملحه وازوده الميه بتاعت الكاليماري. معانا 4 معالق دقيق. هنزل عليهم بايه، بمعلقه صغيره بيكنج باودر، وهنزل عليهم بنص معلقه توم، شويه كمون، شويه فلفل. طبعا الفلفل مش هتكتريه. شويه بهارات سمك وشويه ملح. هنزل عليهم بشويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتنين نقلب فيهم لحد ما ايه، ما تبقى سايله معايا. سخنه، هي الميه جت سخنه. انا ما كنتش اعرف ان الميه اللي في الكاتل سخنه. هزودها ميه ايه، ميه ساقعه، وتنيني اضرب فيها لحد ما ايه، ما تديني القوام اللي انا عايزاه. خلاص ضربناها. هنزل عليها ايه، بشويه شطه كده. لو انت مش عايزاها تبقى حراقه سبايسي، هتسيبيها زي ما هي. كده بقت تمام. هعمل ايه بقى، هنزل بيها على الكاليماري كده واسيبه شويه لحد الزيت ما يقدح. كده جاهز طاستي.
معانا سمكتين متبلاهم برضو، منضفاهم كويس متبلاهم علشان اللي مش هياكل كاليماري. في ايه ناس معانا ما بتاكلش الكاليماري، فقلت ايه اعمل السمكتين دول عشان لو مش هياكلوا كاليماري ايه ياكلوا سمك. هبدره كويس كده بالمنظر ده، ويبقوا كده جاهزين ايه على القليه، عشان اما اشغل اما اقلي الكاليماري اقلي على طول السمك، او اقلي السمك الاول مش فارقه كده. بقى مجهزين هنفضه كويس من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما اطلعه بقى ابتدي اقلي في الكاليماري من الخلطه، احطه في قلب الدقيق بالمنظر ده. ليه؟ عشان اعمل له كفر ما يسيبش مني، ويبقى مقرمش من بره ويبقى طري من جوه، ما يبقاش بيشد. اعمله كله ايه بالمنظر ده كده. وبعد كده قبل ما احطه ايه انفضه، هعمل كل الكميه. حطيت الكاليماري في قلب الزيت، ما قلبتوش الا لما بدا يبقى لونه بالمنظر ده، علشان الكفر اللي عليه ايه ما يفكش. وكده اقلبه بقى بالراحه كده اهو زي ما انت شايفاه كده. الكفر بتاعه زي ما هو سليم عليه، هسيبه ياخد اللون اللي انا عايزاه، وبعد كده ابتدي اطلعه. بسم الله ما شاء الله. ادي معانا السمك اهو عملناه، ونضفنا جرجير، ومعانا الرز الصياديه، معانا الطحينه، معانا السلطه الخضراء، وده الكاليماري. شايفين ما شاء الله عامل ازاي القرمشه بتاعته؟ سامعين القرمشه بتاعته؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا اللي هياكل. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك ودعوه حلوه كومنت حلو تشجيعي، واشوفكم الفيديو الجاي. ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسونيش باللايك.